مبادرة تلو مبادرة وتعديلات إثر تعديلات أفضت ربما بالمشهد السياسي في اليمن إلى حالة من الجمود بعد أكثر من 3 أشهر من اندلاع ما سمي بالثورة السلمية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح. آخر الجدل الدائر في كواليس الساسة الحديث عن تعديل جديد للمبادرة الخليجية، والتأكيد هذه المرة جاء على لسان المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك. وأبرز بنود التعديل توقيع الرئيس صالح على تلك المبادرة بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الحاكم وليس رئيسا للبلاد. هذا التعديل تراه المعارضة يتوافق مع رغبة الرئيس صالح الذي رفض سابقا التوقيع بصفته الرئاسية، ومما زاد من حنقها أنه وفقا للتعديل الجديد يصير صالح مع وزير خارجية الإمارات رعاة للاتفاق. المعارضة التي كانت قد رحبت بالمبادرة الخليجية قبل التعديل وبكافة بنودها، والتي ضمنت استقالة الرئيس بعد 30 يوما ومنحت صالح ضمانات من أي ملاحقات قضائية مستقبلا، قالت إنها بصدد التشاور لاتخاذ موقف بعد تلك التطورات. الحديث على أنه سيوقع كرئيسا للمؤتمر الشعبي العام، وكأن الأزمة أو وكأن الثورة هذه قامت ضد البركاني وعبد الجندي ولم تقم ضد الرئيس علي عبد الله صالح كنظام فاسد أوصل البلد إلى حالة من الانهيار، وخرج الشعب اليمني ينتصر لحقوقه. هذا التعديل طبعا يعني لا أخفي حتى أكون صريح أنه وضع قيادة المشترك ووضع المبادرة الخليجية أمام موقف لا يحسدون عليها. أما في الجانب الآخر فقد رحب الحزب الحاكم على لسان وزير الخارجية مجددا بمبادرة الخليجيين، لكن أصواتا أخرى في الحزب اتخذت موقفا متشددا للموافقة عليها باشتراطها إنهاء الاعتصامات في الميادين، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد. أحزاب اللقاء المشترك تقبل التوقيع وفي نفس الوقت الاعتصام في الشارع، وهم من يعني في معظمهم من شباب المشترك يرفضون المبادرة ويرفضون ما عندهم سوالات. نحن نفرق بين الشباب المستقل والشباب الحزبي. الشباب الحزبي يعمل بتكتيك ومناورة سياسية وحزبية لن تنطلي علينا بأي حال من الأحوال، حتى ولو وقع الرئيس سواء بوصفه رئيسا للمؤتمر أو بوصفه رئيسا للجمهورية. استقالة الرئيس ستكون مرتهنة تماما بانتهاء الاعتصامات من الشارع. هذا الجدل السياسي دعا ما يسمى باللجنة التنظيمية للثورة الشعبية إلى الإسراع في دعوة قادة الخليج إلى التوقف عن أي مبادرات يترتب عليها ما وصفوه استعداء الشعب اليمني. وجدد شباب الثورة موقفهم الرافض لأي مبادرة لا تفضي إلى رحيل نظام صالح ومحاكمته، بل زادوا على ذلك إعلانهم الانتقال إلى ما سموها المراحل النهائية من الفعل الثوري السلمي. هذا الموقف يوازيه تأكيد من أولئك الشباب بالبقاء في الشوارع وميادين اليمن الرحبة إلى أن يتنحى صالح من منصبه، بل وتحدوا صالح بأنه لن يصمد أمام ثورتهم إلى الأبد. مسيرات لا تكاد تهدأ في مدن اليمن قاطبة، دعوتها وغاياتها واحدة: رحيل فوري لنظام صالح الممتد لأكثر من 3 عقود، ومحاكمة أركانه على الدماء التي سالت في مختلف الميادين، كما يؤكد أولئك الشباب الثائر.